إلى العاصمة المغربية الرباط. يلتحق بنا من هناك الصحفي حمزة الشتاوي. أهلا بك حمزة. يعني كيف من الممكن أن نقيم الأمور داخل الوداد ومع الوداد؟ يعني هو في المركز الثالث في الدوري الآن بفارق تقريبا يصل إلى 6 نقاط مع المتصدر، ولكن هل من الممكن أن نقول بأنه يعيش فعلا أزمة إدارية وفنية كبيرة؟ مرحبا زميلي العزيز، مرحبا كذلك بكل مشاهدي وأوفياء شاشة العربية. أكيد فريق الوداد الرياضي المغربي يعيش أزمة كبيرة وكبيرة جدا على المستوى الإداري هذا الموسم. قبل الحديث عن الأمور الإدارية نتحدث عن الأمور الفنية كما تفضلت. هذا الموسم يكفي على أن نتحدث على أن فريق الوداد حصد 3 هزائم في 4 مباريات في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، حظوظه ضئيلة جدا في التأهل إلى الدور الموالي، في حال ما خرج من دور المجموعات وهو على أبواب أن يغادر المسابقة الأغلى في القارة السمراء على مستوى الأندية من دور المجموعات، فستكون ربما سابقة لهذا النادي في السنوات القليلة الماضية، عندما اعتدنا أن نشاهد الوداد دائما ما يتوج باللقب أو يصل للأدوار المتقدمة. على المستوى المحلي كذلك نتائج فريق الوداد الرياضي بين المد والجزر نتائج غير مطمئنة، وكذلك الأداء لا يرقى لطموحات المناصرين. كذلك بالنسبة للأمور الإدارية أعتقد على أن فريق الوداد عاش تخبطات كبيرة في عهد الرئيس المعتقل حاليا سعيد الناصري. كانت هناك مجموعة من المؤاخذات على هذا الرجل على مستوى تدبير شؤون النادي، كذلك على مستوى الانتدابات، وكذلك الخيارات التي يقوم بها بالنسبة للتغيير المتكرر في القائمة الفنية للفريق الأحمر. لكن اليوم مع اعتقال رئيس الوداد بتهمة كبيرة وكبيرة جدا، يعتبر ربما تلك الصدمة أو ذلك الخبر الذي نزل كالصاعقة على جماهير فريق الوداد الرياضي بشكل خاص، وكذلك على جميع مكونات كرة القدم المغربية بشكل عام، لأن هذا الأمر يسيء لفريق الوداد الرياضي بشكل أو بآخر، وإن كان هو يعني مشكل شخصي لرئيس فريق الوداد الرياضي، ويسيء كذلك بشكل أو بآخر لكرة القدم المغربية. الآن فريق الوداد سيدخل في نفق مظلم على المستوى التسييري، خاصة وأنه سعيد الناصري كان يعني يقوم بأمور تسييرية انفرادية، وهنا يكمن المشكل بعد اعتقال سعيد الناصري. ما الذي ينتظره جمهور الوداد والشارع الرياضي المغربي من هذه اللجنة التي تقوم بتسيير أعمال النادي؟ أكيد اليوم جمهور فريق الوداد الرياضي ينتظر على لأن الوداد في الأخير يبقى هو الأصل، يعني يبقى هو النادي. الوداد كان ولا زال وسيبقى، كان قبل سعيد الناصري وأثناء تواجد سعيد الناصري وبعد رحيل سعيد الناصري. الأشخاص يتغيرون، لكن فريق الوداد الرياضي بتاريخه برجالاته كذلك بمؤسسته الثابتة سيظل صامدا. اليوم هناك لجنة مؤقتة يديرها مجموعة من الأشخاص الذين ركموا تجربة كبيرة في عهد هذا المكتب المسير برئاسة سعيد الناصري، لديهم من التجربة ولديهم كذلك من الحنكة من أجل تسيير البيت الداخلي للفريق الأحمر. اليوم يجب على أن تكون هناك يعني تضافر الجهود من مكونات فريق الوداد الرياضي، أن تكون يعني هناك لمة خاصة من جميع المكونات، من الجماهير كذلك من المحبين، من المؤسسات يعني الجمعيات المحبة لهذا النادي، من فصيل الوينرز المساند الأول يعني والأخير لفريق الوداد الرياضي. فبذلك من أجل أن ترسو سفينة الفريق الأحمر إلى بر الأمان من هذه الدوامة الكبيرة من المشاكل التي تعيشها اليوم، شخصيا ما أخشاه هو الأمور والملفات التي كان يسهر عليها سعيد الناصري بتسيير انفرادي إن صح التعبير، لأن هذا الأمر يعاب على الرجل منذ سنوات خلت. فبذلك هذا الأمر هو الذي يحتاج إلى تدبير عقلاني من أجل أن تتواصل الرحلة، ومن أجل أن يتم تدبير جميع الملفات بطريقة جيدة ليبقى الوداد صامدا شامخا حاضرا على المستوى القاري وكذلك المحلي. جيد. أيضا يعني يبدو بأن الوداد خسائره لم تكن فقط داخل أرض الملعب، يعني مجموع ما خسره ماليا 5 ملايين دولار. كيف سيمكن للوداد تعويض مثل هذه المبالغ؟ أيضا يعني حتى على مستوى القضايا التي يخسرها الوداد، إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر أيضا هذه الأمور حمزة؟ أكيد هو سعيد الناصري كما لديه حسنات بحكم على أنه قاد الوداد للتتويج بمجموعة من البطولات، هذه هي النقطة السوداء
في سجل الرجل بشكل كبير. هناك مجموعة من المؤاخذات ومجموعة من النقاط السلبية، لكن هذه النقطة هي النقطة السوداء الأكثر جدلا في الطريقة التي كان يدبر بها سعيد الناصري البيت الداخلي لفريق الوداد الرياضي. النزاعات بالجملة انتدابات يعني كانت فيها يعني نسبة كبيرة من العشوائية، ونزاعات مع لاعبين لجأوا إلى المحكمة الدولية الطاس، وبعدما لجأوا إلى الفيفا وربحوا نزاعاتهم ضد فريق الوداد الرياضي، وهذا أرهق خزينة الوداد. اليوم الوداد عليه مجموعة من الديون، النزاعات تتساقط يعني يوما بعد آخر، كل يوم يظهر لك نزاع من لاعبين سابقين، فهذا الأمر أكيد سيتطلب مجهودات جبارة من المكتب المسير الحالي واللجنة المؤقتة إلى حين يعني النظر في مستقبل سعيد الناصري المعتقل في الوقت الحالي، وإلى حين يعني النظر لمستقبل الوداد على المستوى الإداري. لكن المؤكد أن فريق الوداد الرياضي أمام أزمة مالية حقيقية تحتاج إلى تدبير وتحتاج إلى تضافر الجهود من أجل أن يبقى فريق الوداد الرياضي صامدا، ومن أجل أن لا تؤثر هذه المشاكل وعلى رأسها اعتقال رئيس النادي سعيد الناصري على مستقبل الفريق الأحمر. هل من الممكن أن يعني تكون هناك حلول بالتخلي عن اللاعبين مثلا من أجل حل هذه الأزمة؟ أنا أقصد مثلا ببيع عقود لاعبين، أو أن الأزمة سيتم حلها داخليا حمزة؟ أكيد اليوم المعلوم في كرة القدم الوطنية المغربية في الوقت الحالي هناك مشاكل كبيرة يعني على مستوى الاستثمار، يعني سواء في الهوية البصرية للأندية، كذلك على يعني الطريقة التي يجلب بها رؤساء الأندية الأموال محدودة ومحدودة جدا. دائما ما ينتظرون ربما بعض الموارد التي باتت معروفة والتي لم تعد كافية بالنسبة للأندية اللي عندها يعني نزاعات كبيرة وعليها ديون كبيرة. فريق الوداد الرياضي أعتقد اليوم سيكون بحاجة أكيد يعني في حال ما يعني تحصل أحد النجوم على عرض يعني يلبي الطموحات المالية للاعب وللنادي، فإدارة النادي أكيد ستكون هذه من بين الأمور التي قد تخفف على الفريق. كذلك قد لا نستبعد أن يظهر أحد المحبين، لأنه للوداد هناك محبين وهناك عشاق من رجال الأعمال، من الناس اللي عندهم أموال يعني وناجحين على المستوى المالي هنا في المغرب، بإمكانهم أن يظهر واحد أو اثنين أو يعني أحد المحبين ليخرج الفريق من هذه الأزمة. اليوم الحلول قد تظهر في الأيام القليلة الماضية، لكن المؤكد إذا انتظر فريق الوداد فقط الموارد المالية اللي هي معروفة واللي هي صارت روتينية سنويا، فأكيد هذه الموارد غير كفيلة بأن تخرج الفريق الأحمر من دوامة المشاكل التي صار يعيشها. واليوم يعني في اللحظة التي نتحدث فيها هناك يعني مجموعة من المستحقات المتأخرة للاعبين، مجموعة من الديون، ضف على ذلك النزاعات التي تتوالى والأحكام التي تسقط على النادي، فبذلك الموضوع هو صعب جدا ماليا على الفريق الأحمر. حمزة شتاوي الزميل الصحفي كنت معنا من العاصمة المغربية الرباط، شكرا جزيلا لك.